السلام عليكم جمهور المولودية، مرحبا بكم في حصاد الأسبوع عبر صفحة صوت العميد. والبداية بكرة القدم، أين وصل أشبال باتريس بوميل نتائجهم الإيجابية بفوزين على التوالي في ظرف 5 أيام، حيث عاد الفوز لرفقاء الطاهر في لقائهم المتأخر أمام نجم بن عكنون بنتيجة 3-2. كما أهدى العائد من العقوبة يوسف بلايلي نقاطا ثمينة أخرى للعميد بعد تسجيله الهدف الوحيد في مواجهة فريقنا لشبيبة الثورة ببشر. وبإثر هذا الفوزين عززت المولودية صدارتها ب49 نقطة. أما في كرة اليد فمواجهة المولودية ضد نادي تليلات لحساب الجولة 17 من الدوري الممتاز رجال لم تلعب لتقديم الخصم احترازات على غياب الأمن في القاعة، لحين أجلت مباراة أولمبيق قسنطينة ضد سيدات المولودية لحساب الجولة 10. وفي كرة السلة نجح شبان المولودية في تحقيق الفوز 12 تواليا، وهذه المرة كان أمام نادي اسطوالي بنتيجة 68-66 في مواجهة عرفت حضور قوي لشعب المولودية الذي صنع أجواء جد رائعة بقاعة اسطوالي بمناسبة الجولة 21 من الدوري الممتاز. وفي مواجهة لعبت هذا الثلاثاء وصل أبناء المولودية تألقهم بعد الفوز أمام جسر قسنطينة بنتيجة 82-73 في إطار الجولة 22، ويذكر أن هذا الفوز كان هو 13 تواليا. أما السيدات فحققنا الفوز على حساب نادي سطيف بنتيجة 73-33 لحساب الجولة 7 من البلاي أوف. وفي فرع الكاراتيه كان الموعد في القاعة المتعددة الرياضات بالحمامات مع البطولة الجهوية لصنفي المدارس والكتاكيت، أين حقق كتكوت المولودية مجاور هيثم ميدالية برونزية في اختصاص الكاتا، وفي نفس ما حققه كذلك آدم رضا من صنف المدارس. ختاما نذكر جمهور المولودية العريض أن السبت الماضي كان موعد مع إجراء فريق كرة القدم أول حصة تدريبية بمركز زرالدة الجديد عبد الرحمن عوف. وعلى أمل مزيد من التألق لكل من يحمل راية المولودية نودعكم وسحفتم.